بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى. أما بعد، فهذا مجلس أول لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله في تعليقه على مختارات من الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية. كان هذا المجلس في يوم الثلاثاء 24 من ربيع الأول لعام 47 بعد 400 والألف من الهجرة. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فما زال العلماء يصنفون في الردود على أهل البدع المصنفات حفظا لأصول هذا الدين. ولذلك اخترنا هذا العنوان العام لهذا الكتاب. نعم، الحدود الفاصلة هي حدود شرعية بأدلة من الكتاب والسنة، ليست من رأي فلان أو علان. بها يفصل بين الحق والباطل. الحد هو الفاصل الذي يوضع للفصل مثلا بين طريقين. إذا قلنا الحدود الفاصلة أي التي فصلت بين طريق الحق وطريق الباطل، بين منهج أهل الحق الذي هو منهج السلف الصالح وبين منهج من منهج أهل الباطل، وهو هنا منهج إحدى فرق الخوارج المعاصرة، فرقة القطبية السرورية. وممن حثني على اختيار هذا العنوان العام شيخنا حسن بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما كانت نشرت بعض مقالات فيها، يعني بعض ما جاء ذكره في الكتاب، كان يعني ابتداء هذا الكتاب معي عبارة عن مقالات أنزلتها على شبكة سحاب لما كانت في تلك الفترة منذ يعني أكثر من 20 عاما تقريبا. كنت سميتها المسائل التي خالف فيها الحواني أصولها منهج السلف، هكذا باختصار. ثم لما بدأت أستفيض في الرد وجلست وعكفت عليه، يعني ما أقول عكوفا كمان، لكن أعطيت وقتا كبيرا في خلال حوالي 7 سنوات، تمام، كي أجعل ردا ليس على أبي إسحاق فقط، إنما أبو إسحاق مجرد نموذج، إنما جعلته ردا على أصول هذه الفرقة التي صارت فتنة للعام والخاص، للقريب والبعيد. فرقة تتمثل أهل السنة وتلبس رداء أهل السنة ويدعي رموزه أنه من أهل السنة، بل ينتسب بعضهم إلى علماء سنة بالفعل، كما سوف يأتي بيانه في حال الحويني أنه ينتسب إلى الألباني، ويدعي ذلك ويفتخر بذلك ويفتخر أتباعه بذلك، فهذا يجعل الفتنة أعظم. لذلك كما سوف أبين إن شاء الله أنه من أسباب تصنيف هذا الكتاب أن أجلو وجه الحق عن هذا الرجل الذي صار فتنة لبعض الخاصة، لا أقول لبعض العامة فقط، بل إن بعض العلماء إلى وقت قريب كانوا لا يدركون حاله أو يحسنون الظن فيه أو يغترون به، والحمد لله من طلع بعضهم على كتابه وعلم به فهم أو يعني غير رأيه ومسيرته. فلذلك يعني أذكر كلمة طيبة هي من الكلمات التي أثلجت صدري أو عوضتني شيئا ما عما قد لقيت من مشقة وعناء يعني في تأليف هذا الكتاب. الكلمات التي قالها شيخنا فلاح بن إسماعيل من ذكر في مقدمته على الكتاب. هات كده مقدمة الشيخ فلاح، قرأها سريعا. وطبعا بخلاف الأذى الذي تعرضت له خلال التصنيف وبعد التصنيف، ويعني كما يقال إلى وقتنا هذا من بعض السفهاء، بل من أبي إسحاق نفسه للأسف. ولكن هذا لا يعنيني بشيء ولا ولم يثنني ولا أرفع رأسا له. مقدمة الشيخ فلاح بن إسماعيل. الشيخ فلاح كنت أرسلت إليه هذا الكتاب وهو كان في ألمانيا على فراش المرض، كان ينتظر إجراء عملية، وكان يعني على السرير كما يقال أغلب الوقت،
كان عنده ساعة من الوقت أن يقرأ أكثر وأكثر. فأنا أعتبره أنا الوحيد الذي قرأ الكتاب كاملا حرفا حرفا. بل لما قمت بعمل ملحق للكتاب بعد أن انتهيت منه تماما في الرد على علي الحلبي ومشهور حسن سلمان وما دار في رحلة الحويني إليهما في مدرسة الألباني في عمان في الأردن، أرسل إلي مقدمة أخرى على الملحق بعد أن قرأه كاملا. فانظروا ماذا قال الشيخ فلاح في الكلمات التي كما قلت أثلجت صدري. على قال هذا في 22 وإني لأرجو. نعم تفضل. قال الشيخ فلاح من ذكر رحمه الله تعالى: وإني لأرجو الله أن يكتب أخانا الشيخ خالدا عنده ناصحا، وأن يتقبل منه ما كتب وتكلف به بحثا وجمعا، وأن يجعله بمنه وتوفيقه داخلا تحت قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيكتبه ذابا عن دينه وكاشفا زيف الزائفين وانتحالات المبطلين، وأسأله جل وعلا أن يكتبه في سلك العلماء الذين تحقق بهم وعده عز وجل، الذين تحقق بهم وعده القديم بحفظ الدين والسنة. نعم. وأسأله كذلك أن يدخله تحت قوله جل وعلا: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيكتبه آمرا بالمعروف والحق ناهيا عن المنكر والباطل بالحجة والبرهان وبالحكمة والموعظة الحسنة على منهاج النبوة وقواعد السلف الصالح. وأسأله جل وعلا كذلك أن يدخله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لأئمة المسلمين وعامتهم، فيكتبه ناصحا لله تعالى ولكتابه ودينه ولرسوله الكريم وسنته. ولأئمة المسلمين وعامتهم، فيكتبه ناصحا لله تعالى ولكتابه ودينه ولرسوله الكريم وسنته. ولأئمة المسلمين من الصحابة السابقين ومنهاجهم القويم ومن تبعهم بإحسان، ولعامة المسلمين مبلغا إياهم ومحذرا وداعيا إلى صراط ربه المستقيم. طيب، انتقل إلى الصفحة 23، وهذا موطن الشيء اللي كنت أبحث عنه في قوله رحمه الله في آخر الصفحة: وجزاك الله خير الجزاء. وجزاك الله خير الجزاء على ما قمت به من جهد وعمل. نعم. وجمع واستدلال وتأصيل وتفصيل، وكفيت جميع إخوانك مؤنة الاشتغال بالرد وبيان الحق وكشف الزيف عن دين الله ومنهج السلف الصالح. هذا الموطن الشاهد أن الشيخ فلاح بن إسماعيل من ذكر رحمه الله تعالى اعتبر رد هذا سددت به فرضا كفائيا عن بقية العلماء الذين لم يتفرغوا ولا لم يكن عندهم الوقت الكافي أو الجمع لمقالات أبي إسحاق هذه. فجزاه الله خيرا، نحسن الظن فيه أنه اعتبر ردي هذا الذي قرأه كلمة كلمة كما أخبرني، قرأه قراءة كاملة، اعتبره أداء لفرض كفائي سقط عن بقية العلماء بهذا الرد. أكمل. أقول هذا طبعا من باب يعني أولا العزاء الذي عزاني به بهذا الكلام بعد الشقاء والتعب الذي مررت به، وقال هذا وعلم كيف أنا تعبت وأصابت يعني شقيت في تأليف هذا الكتاب، والحمد لله. هذا يعني كما قال يعني كلما ازددت تعبا وشقاء في عمل ما ازداد طبعا أجره عند الله، ثم ازداد النفع به. هذا جربناه. لذلك حتى العامة فيما بينهم يقولون الشقيان كسبان، إذا يشقى في شيء ويتعب فيه هو الذي يكسب، طبعا عند الله أولا ثم عند البشر. أكمل. فقد كفيت ووفيت وأديت الواجب وأقمت الحجة ونصرت الحق ودافعت عن الذين آمنوا من علماء السلف قديما وحديثا، تحقيقا لقوله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
فأشهد أنك قمت بالواجب في الدفاع عن علمائنا ومشايخنا، وأشهد أنك جاهدت في الله وفي دينه حق الجهاد في هذا الباب العظيم، الله المستعان. حتى تحقق في وفي عامة إخوانك أنك كفيتنا وأسديت عنا وجاهدت عنا، فالحمد لله الذي من بك علينا وكفانا بك سبحانه شر النزال والقتال والذب والرد. الله أكبر. وأسأل الله أن تكون هذه الشهادة حجة لي عند رب العالمين يوم القيامة. شهادة عبدي فلاح بن إسماعيل، أسأل أن تكون حجة لي عند الله. أسأل الله أن يجمعني به في الجنة، وأن تكون شهادته هذه التي أعتز بها أشد الاعتزاز، أن تكون حجة لي عند الله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.